في الفيديو ده هقولك على شوية حاجات بيدلوا على انك بني ادم ضعيف، بس انت مش حاسس بده. المشكلة ان معظم الناس الضعيفة او الجبانة ما بتبقاش واخدة بالها من الحاجات دي، لان للأسف المجتمع علم الناس ان الضوضاء او الفوضى عموما والعدوانية والجنس هي دي القوة الحقيقية. لكن في الحقيقة القوة لا لها علاقة بعدد البنات اللي انت عرفتهم، ولا عدد البنات اللي انت نمت معاهم، ولا حتى ليها علاقة بعضلاتك اللي انت عمال تستعرضها في الستوري كل شوية دي. والعلامات دي هتوضح لك اذا كنت انت بني ادم قوي ولا ضعيف. اول حاجة وهي انك بتتقبل عدم الاحترام من الرجالة ومن الستات، خطيبتك، صاحبك، مديرك في الشغل. كل ده عشان انت خايف تبقى لوحدك لو صاحبك ده سابك، او البنت اللي معاك سابتك، او خطيبتك سابتك، او لو ده مديرك في الشغل خايف ما تلاقيش شغل تاني. للأسف دي حاجة لها علاقة بعقلية الندرة، ودي هنبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. المهم ان دي ملهاش علاقة بالرجولة. لو انت البنت اللي معاك حاولت تقل منك وسكت عشان الحب، لا هي بتذلك يا اسطى. نفس الكلام على اصحابك، نفس الكلام على مديرك في الشغل. لو انت فاكر بقى نفسك ابن الشركة والجملة اللي بيضحكوا بيها على الناس، فلا، انت خايف تعمل كده عشان انت مش لاقي غيرهم. لكن الراجل القوي بياخد موقف، بياخد بعضه ويمشي، بياخد اي تصرف. لكن ان انت قاعد على امل ان انت ابن الشركة، او على امل الحب، او على امل ان ده صاحب عمري، فانت بني ادم ضعيف. هي ملهاش معنى تاني. الحاجة التانية ودي الاخطر بالنسبة لي، وهي انك بتحط المتعة فوق الاهداف بتاعتك. يعني بتتخلى عن احلامك مقابل الدوافع بتاعتك، زي مثلا الاستمناء، السهر، الجانك فود، انك تكلم بنات كتير، وهكذا. انا ما بقولكش تعمل ده قليل ولا كتير، انا بتكلم في المبدأ بشكل عام. انت بتفضل الحاجات دي عن الاهداف بتاعتك. ما هو انت لما بتاكل اكل غير صحي وما بتنامش كويس ومش بتركز، في الغالب مش هتهتم بالتمرين. مهما حصل مش هتهتم بيه. ولان طبعا من غير انضباط فمفيش نتائج. حرفيا ما تستناش حاجة، ممكن تحصل مرة هتبقى صدفة. ممكن ربنا كرمك يا عم بجينات كويسة، بأقل مجهود تعمل فورمة حلوة. بس الفلوس، الشخصية، الشكل، الذكاء الاجتماعي، انت فاهم قصدي؟ ففي حاجات كتير، فانت لو عديت من حاجة صدفة بسبب ان جيناتك كويسة فيها فمش هتعدي في كله. الحاجة التالتة وبشوف كتير بيعملوها، وهي انه بيلوم اي حد على مشاكله، او ان هو ما بيتقدمش خطوة لقدام. زي ايه؟ زي مثلا حبيبتك القديمة، زي ابوك وامك، الظروف، رئيس دولتك. ما كانش كل الناس اللي نجحت ديت طالعة من بلدك. في ناس اتخانت بدل المرة ألف. في ناس اتولدت أبوها وأمها متوفيين، مش هقولك بقى موجودين وربوهم. في ناس في بلد أفقر من بلدك ونجحوا عادي. هي الحاجات دي بتأثر، أنا معاك في ده، مش هقولك لأ، والموضوع صعب على كله، بس مش مستحيل. انت ربنا خلقك لكده. لازم تفهم ان الرجالة القوية ما بيهمهاش الظروف، حتى لو كانت مؤلمة، حتى لو كانت غصب عنها. عارف لو اتولد كده ابوه عليه ديون، ما بيهمهوش، هيحل المشكلة. الرجالة القوية كده، ربنا خلقهم كده. فانت لو بتعمل حاجة زي دي، او شايف الظروف صعبة، او فللأسف انت راجل ضعيف. وانا في الفيديو ده هقول الحقيقة، ماليش دعوة باي حاجة تانية. الحاجة الخامسة انك بتقعد تقارن نفسك بغيرك اول باول. اي واحد كده يظهر لك في السكة يلا تقارن نفسك بيه. بص، انا مش هقولك قارن نفسك بامبارح والشغل ده، انت ما تقارنش نفسك يا اسطى. ممكن تقارن نفسك بامتى؟ من السنه اللي فاتت، تشوف هل في حاجه مثلا محتاجه تتعدل. هل انت من سنه كنت حاجه ودلوقتي حاسس انك ما وصلتش للحاجه اللي انت عايزها، حاسس ان انت اتدلعت زياده عن اللزوم، في الفلوس، في الفورمه، في العقليه، في درجات في الكليه، في قربك لربنا، ايا كان الحاجه اللي انت بتقارن نفسك فيها. شوف ايه الاخطاء اللي انت مريت بيها وتعلم منها. انا ما اقدرش اقول لك اكتر من كده، لانك انت لو فضلت تركز على غيرك، ايه ده، ده نجح في سنه وانا لسه ما نجحتش، في الحاله دي ايه اللي هيحصل لك؟ هيجيلك احباط وهتوقف وكل حاجه. طب ليه تعمل كده في نفسك؟ سيبك من غيرك، عايز تتعلم منهم اتعلم، مفيش مشكله. تقارن نفسك بحيث ان انت تتطور معاهم، مفيش ايه مشكله. انا عندي العقليه دي. بس معظم الناس ما بيعرفوش يعملوا كده، بيقارنوا نفسهم بحد تاني ويجي لهم احباط ويفشلوا. طب خلاص، ما تقارنش نفسك بقى من البدايه وخلاص. لان الرجاله القويه مش بتحتاج ان هي تقارن نفسها بحد، هما بيبنوا في الخفا وبعد كده يفاجئوا الناس كلها. سادس حاجة ودي الأخيرة تقريبا، إنك بتحتاج فاليديشن من البنات. انت كده ما فرقتش عنهم حاجة. البنات بيعوزوا اتنشن او فاليديشن او اهتمام من الرجالة.
هما بيتغذوا على ده. طب انت كراجل ليه محتاج حاجة زي دي؟ هو مفيش مشكلة ان بنت تقولك حاجة حلوة، مفيش اي مشكلة، بس هل ده هدفك في الحياة؟ هل ده اللي يخليك ناجح؟ انت لو فاكر ان الاهتمام والاعجابات اللي بتاخدها من البنت دي قوة حقيقية فانت غلطان. القوة الحقيقية بتيجي من الانضباط، بتيجي من ان انت تحرم نفسك من حاجات مؤذية، تبعد عن علاقات حرام، تقرب لربنا، تعمل فلوس، تزود عقليتك، تقرب لأهلك. دي الحاجات اللي تقول عليها قوة حقيقية، مش انك تاخد فاليديشن من بنت ويكون كل ده محور حياتك. حاجة السابعة انك بتتجنب تحط حدود لحد، او بمعنى اصح مسميها السلام. حد بيقل منك بتضحك له وبتخاف تحط له حدود عشان ما تخسرهوش، وعلى اساس ان انت كده كيوت وكده. صدقني في الحالة دي هو هيتمادى عليك بس مش اكتر. الرجالة الحقيقية او القوة الحقيقية، سميها زي ما تسميها، هما اللي بيحطوا حدود. مش مشكلة اخسرك، تزعل، تتفلق، طالما عديت حدودك معايا. الفيديو ده مش هجوم على حد ولا هجوم لحاجة، اعتبرها مكالمة، اعتبر واحد صاحبك قاعد معاك بيفوقك، اعتبرني بنصحك، اخوك الكبير، اخوك الصغير، ايا كان سنك ايه بالنسبه لي. بس ده مش هجوم عليك. انا جاي اقول لك ان الراجل اللي مش بيحط حدود، مش بيتحكم في نفسه، اللي ما عندوش انضباط، اللي ما عندوش قوه وما بيعرفش يقود نفسه بمعنى اصح، مش هيعرف يقود حد تاني. على فكره انت لو بتعمل حاجه من اللي انا قلت عليها، انت عندك الامكانيه انك تتغير وتبقى احسن مني كمان. بس اول حاجه تعملها انك تبطل تضحك على نفسك.